بقى يا خايبة سايبة كل الشباب اللي زي الورد اللي حواليكي وماسكالي في الباد بوي. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وطبعا هتقولي لي انا بحب الباد بوي عشان بيعرف يطبطب ويدلع، يطبطب ودلع. وطبعا هتقولي لي انا بحب فكره انه متعدد التجارب ومتعدد العلاقات، وانت الكوين الوحيده اللي قدرتي تخليه يبعد عن كل الكلام ده، وانت ملكه اللحظه. وفي جوه دماغك تفضلي تقنعي نفسك ان هو ده اللي هيعرف يبسطك ويفرحك وهيعيشك مغامرات مجنونه. وخدي عندك بقى ايش يجيلك نص الليل تحت البلكونه عشان انت وحشاه، او يبعتلك بوكيه ورده على البيت. بس خدي بالك انت فاهمه غلط، هو بيجيلك بس عشان ما وراهوش لا شغله ولا مشغله، صايع يعني. ولعلمك بقى انه كل يوم الساعة 12 بالليل بالظبط بيلف على الحبايب مرة واحدة. اوعي تكوني فاكرة انك لوحدك، لستي وحدك حبيبته. الطابور طويل يا فوزية. هو بصحيح هتلاقيه جميل ويطبطب ويدلع ويجيب في هدايا ويفسح ويودي سينما، وهيوديكي اماكن اول مرة تشوفيها لحد ما تقعي فيه. واول ما هيتأكد انك ما تعرفيش تعيشي من غيره والموضوع داخل في الجد، هتلاقيه عمل زي التعبان بيغير جلده ويهرب. هيدور له بقى على فريسة جديدة بخيبتها زيك، وهيعمل عليها برضو شويتين اللي بياكلوا مع 3/4 البنات. واحب اقول لك عزيزتي ان الباد بوي للاسف لذيذ وحبوب، عشان هو واد صايع ولافف هيعرف يضحك عليكي بالكلام. ولعلمك هتلاقيه بيغير عليكي قوي ويخاف عليكي قوي ويدلعك قوي ويقول لك امسحي ده من على الفيسبوك اصل انا بغير، ما تكلميش قريبك ده اصل انا بغير. ده مش بعيد يقول لك اقعدي قدام اخواتك الولاد بالطرح. وطول الوقت هيحاول يقنعك انه من كتر ما لف وشاف عارف دماغ الشباب كويس قوي، عشان كده هو بيغير عليكي قوي وبيخاف عليكي قوي قوي وبيحبك قوي قوي قوي. وانت عنده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، وصدقيني خيبتك انت اللي كبيرة قوي قوي قوي. وفي منهم نوع تاني عن نقيض بقى تماما، هتلاقيه ما بيغيرش خالص وكول خالص 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 وعلى قلبه مراوح، لانك مش فارقه معاه خالص خالص مالص. هو داخل العلاقه عشان يخرج ويهزر ويتفسح، يقضي شويه وقت حلوين من غير وجع دماغ وغيره وقرف. ده انت ممكن انت اللي تلاقي نفسك بتتخانقي معاه عشان ما بيغيرش عليكي، وده كمان يزود حبك ليه لانك مش طايلاه. خدي بالك ان الباد بوي جرب كل الكلام الحلو مع البنات اشكال والوان، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله يا رب احرسه من العين، يقدر يلف عقلك وعقل 10 زيك في دقيقه. واخد دكتوراه في الشق، ده غير انه عارف بيدخلك ازاي من ثغراتك اللي بتحبيها. بيدخل من ثغراتي. والشقط عنده فن مش عن اللي هتتشقط في اسم يا بعيد ما تطلع منه. انما الجود بوي يا عيني عليه لخمه، هتلاقيه ما بيعرفش يتكلم قوي، بيتلخبط بيتوتر لو شاف بنت قدامه، ما بيلفتش نظرك يا حبيبتي لانه سهل وواضح وبسيط، ما عندوش غموض ومشاعره مكتوبه على قورته كده زي هاري بوتر. وتلاقيه حبه عين امه اللي في قلبه على لسانه، وهيجي يسبلك ويقول لك انا معجب بيكي وعايز اقرا فاتحه. انما انت منك انت يا ما نفسي اجيبك من شعرك ده، انت عايزه اللي يدوخك السبع دخان. بس الباد بوي ده برضه عليه حركات، دايما شيك كده ومهتم بنفسه ومش مهتم بحاجه غير نفسه، وبيحب نفسه جدا جدا جدا. وده للاسف بيلفت نظرك جدا جدا جدا، لانه يكون عامل اعتبار وقيمه لنفسه جدا، فانت بتحسيه حاجه كبيره جدا. واحب احذرك من حاجه كمان، الباد بوي هتلاقيه دمه خفيف قوي قوي قوي، ولا تامر حسني في زمانه. واحد فايق ورايق وعايق وكل يوم مع بنت شكل، هيشيل الهم ليه؟ حياته معاكي مبنيه على الضحك والهزار والفنفنه، مفيش جد. حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير تتتتتترا. واول ما تتكلمي جد تتتتا وتقولي له انا ايه بالنسبه لك، عايزين نحط شكل لعلاقتنا، هيقول لك ايه ده، انا عمري ما وعدتك بحاجه، دي نكديه قوي كده ليه؟ وهيقلب الترابيزه في وشك. ولو غلطان في حقك ومطلع عينك، هيبقى يعني هو اللي مظلوم وانت اللي فهمتي تصرفاته غلط. هو ما وعدكيش بحاجه يا حبيبتي، هو سويت توكر، وانت طبعا زي العبيطه هتطبطبي عليه في الاخر وتقولي له معلش انا اسفه مش هتكلم في المواضيع الجد دي تاني. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. الزتونه الباد بوي ده تبعدي عنه خالص، ولو شفتيه جاي من شارع امشي انتي من الشارع التاني، لانك للاسف يا حبه عيني مش هتقدري تقاوميه. ولو خدتي بالك انك ما تقعيش هتقعي برضه، ما هو ما يقع الا الشاطر يا حبيبتي. اقول لك عارفه ليه هتقعي؟ عشان يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وانا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.